نتكلم النهاردة عن موضوع مهم كده، وهو فكرة تساقط الشعر اللي بيحصل لبعض الستات وبعض الرجالة برضو أثناء الدايت. ايه أسبابه ونحاول نعالج المشكلة دي ازاي؟ قبل ما ندخل في موضوع الشعر والتفاصيل بتاعته، خلونا بس نتكلم عن نقطة محورية جدا جدا، وهي فكرة ان اي دايت انت بتعمله، سواء دايت ده صحي او مش صحي، يعني دايت صيام متقطع، لا ده سعرات، لا تمر ولبن، ما بتكلمش حتى على نوع الدايت ايه دلوقتي. الدايت ده هو هيعرفك اذا كان هو كويس ولا لا بنفسك. انت مش محتاج دكتور حتى يقولك انت بتعمل صح ولا غلط. اغلبنا جرب ان هو يعمل دايتات بتاعه الميه والخيار وخس 10 كيلو في اسبوع والكلام ده كله، والميزان بينزل فعلا والمقاسات ممكن تنزل والدنيا تبقى ماشيه. بس ايه اللي بيحصل في الدايتات دي؟ بتلاقي تحت عينك اسود، طاقتك قليله، ماشي تقع، مهبط، صداع، جعان طول النهار والليل. فكل العوامل الحيويه وكل الحاجات اللي يعني ان الغذاء ده بيأثر على صحتك فيها هي بايظه. فالفكرة الأساسية إن لو في حاجة هتبوظ لك صحتك، فهي مش هتبوظ بس شعرك، يعني هي مش هي دي اللي هتعمل مثلا شوية تساقط في الشعر وبقيت صحتي كويسة، لا، يبقى ساعتها محتاجين نفهم بقى الدنيا تبقى ماشية ازاي. فالدايتات الغلط هي كل حاجة بتبوظ في جسمك وانت بتبقى ملاحظها، وعشان كده محدش بيكمل عليها أصلا. اصل لو قدرت تستحمل المجاعة مثلا في اسبوع، مش هتستحملها الاسبوع اللي بعده. لو قدرت تستحمل الدوخة الكام يوم، مش هتستحملها طول عمرك. فالفكرة الاساسية ان الدايت نفسه كدايت هو هيقولك هو صح ولا غلط. انت مش محتاج حتى تروح تحلل ولا تعمل استشارات ولا ايا كان. هو الحاجة الصحية زي الغذاء ده ولا الاكل ده عامل زي البنزين بتاع العربية. انت بتحط في العربية بتاعتك جاز مثلا هي بايظة، حطيت في العربية بنزين نضيف هتلاقي العربية ماشية زي الفل. هو ده بالظبط دور الأكل في حياتنا. النقطة التانية المهمة جدا، بعيدا عن الصيام المتقطع برضو واللو كارب والكلام ده كله، لما بتعمل أي دايت في حياتك والدايت ده يكون الأصل فيه إن أنت بتاكل أكل حقيقي وتبطل السموم اللي هي ملهاش أي والله تفسير تاني غير إن هي سموم فعلا بتدمر صحة الجسم، زي السكر الأبيض، زي الدقيق الأبيض، زي المخبوزات، الحلويات، الحاجات دي كلها الانفلاماتوري فود، أطعمة ملهبة بتدخل تلخبط كل حاجة في الجسم. لما أنا بطل الحاجات دي واكل من الحاجات الصحيه، حتى ده انت حتى لو هتزيد بالوزن بيها مش هيحصل لك البلاوي الصحيه والاضرار الصحيه اللي هتيجي من ان انت قاعد تلخبط في كيس شيبسي وبسكوت والكلام ده كله. فما فيش حاجه، يعني دراسه واحده بتقول ان انا لما باكل اكل صحي انا مفروض انا هيحصل لي مشاكل في صحتي او تحاليلي هتبوظ. دي مش موجوده خالص. يعني طالما انت بتاكل اكل صحي، حتى انا مش عايزه اقول حتى لو هتاكل مثلا 5-6 مرات في اليوم، لو بتاكل اكل صحي هيبقى احسن 1000 مره من ان انت تاكل مثلا بتاع 3-4 مرات بس الوقت ده قاعد تاكل وتلخبط الدنيا. عشان كده مثلا انا ما بحبش فكره السعرات الحراريه، لانها هي بتركز على البيبسي ده فيه كام، فيه 0 كالوري، هيبقى احسن من البيض مثلا. ما هو البيض فيه كالوري، يعني البيبسي ما فيهوش. فالفكره الاساسيه طول ما انت بتاكل اكل صحي اطمن على صحتك. طبعا بيبقى اثاره ونتائجه في الصحه احسن لما اظبط اكلي في مثلا 2-3 في اليوم. ان انا ابتدي اظبط من المواعيد بتاعه الاكل، مش طول النهار باكل، ما بحطش اكل يكون هضمه صعب بالليل. ده كله حاجات تمام بتظبط الدنيا. بس انا بتكلم على فكره مهمه جدا، طول ما انت ماشي كاكل صحي اصلا اللي هو بتاكل اكل حقيقي، هو الاكل كميته بتتظبط من نفسها. مش هتلاقي نفسك بتأفور في حاجه، مش هتلاقي نفسك عايز حاجه معينه وكريفنج رهيب لاكلات معينه. بس فدي حاجه مهمه جدا، ان انا دايما افكر طول ما انا بحط في جسمي بنزين نظيف هو شغال كويس. وانت هتلاحظها على صحتك وعلى طاقتك وعلى حياتك ونشاطك وكل حاجه. ليه بتكلم في النقطة دي؟ لأنها هي الأساس بتاع اللي جاي. لما الناس مثلا تلاقي في الدايت ده شعرها خف شوية، وده ما بيحصلش عند كل الناس، في ناس بيحصل لها وناس لا. فالفكرة لما الناس بتلاقي مثلا حاجة زي شعرها تبتدي بقى يا نهار ابيض انا بعمل ايه غلط، ده انا كده، انا اكيد كده تحاليلي ضايعة، اكيد مش عارفة ايه. انت هي ممكن لو شعرك بيقع وبقيت صحتك بتقع، هو هتلاقي تحاليلك ضايعة واللي انت بتعمله ده غلط. لكن لو هي الحاجة الوحيدة ان انا والله في شوية شعر بيقعوا لكن صحتي احسن وطاقتي احسن وبلعب رياضة والجوع اقل والشبع احسن والاقي نفسي كده وشي شكله حلو وحيوية وطاقة والكلام ده كله، يبقى معناها ان هي في حاجة مخصصة للشعر. هي دي بقى اللي محتاجين نظبطها مش اكتر. بس فيعني يا رب النقطة دي او الموضوع ده يكون واضح كويس جدا، لان انا عارفة ومتخيلة كمية القلق اللي بتحصل لما حد يلاحظ حاجة زي كده ويبتدي بقى يشكك في كل حاجة وايه اللي بيحصل وكده. فالموضوع كله محتاج بس ايه، نظرة بهدوء كده، هنلاقي الدنيا سهلة وهي مشكلة صغيرة وبتروح اصلا.
بندخل بقى في الموضوع الأساسي بتاع تساقط الشعر. ليه تساقط الشعر بيحصل في الدايت؟ والكلام ده على فكرة على أي دايت، أي حاجة فيها انرجي ريستريكشن، أي حاجة فيها إن الطاقة اللي داخلة جسمك بدأت تقل، فأنت كده بتعمل دايت، اللي هو خلاص أنا الطاقة اللي داخلالي أقل من الطاقة اللي موجودة جوه، بتعملها بسعرات، بتعملها بصيام متقطع، بتعملها بأيا كان الطريقة. الملخص العام إن أنا جسمي عمره ما بيحرق دهون إلا لما الطاقة بتاعة الغذاء اللي من بره تقل. فده يعني الاساس بتاع اللي هو ده قانون الطاقه الطبيعي، الطاقه من بره اقل فجسمي ياخد من الطاقه اللي جوه. فلما بيحصل موضوع الانرجي ريستريكشن او ان الجسم يبتدي يقل الطاقه اللي متعود عليها من بره، ده بيخلي الجسم في وضع ستريس، ده بيخلي الجسم اصلا حتى لو انت مش حاسس بيه فانت جسمك من جوه بيعاني حاله جديده. احنا بنعمل ايه؟ عشان كده بتلاقي الناس في الاول متوتره ومتضايقه ومتكدره وكده، لان ده خلاص ده حاجه وضع جديد على الجسم بعد ما كان طول النهار بياكل، طول النهار بياخد كميات رهيبة من الطاقة اللي على هيئة لا ده مخبوزات، سكريات، كربوهيدرات، الكلام ده كله، كل الكلام ده ابتدى يقل. طيب ايه اللي بيحصل برضو؟ انت لما بتقلل الطاقة دي بيبتدي جسمك يفتكر ان انت واقع مثلا في مجاعة ولا عندك مشكلة ولا ايا كان، نايم في السرير ما بتاكلش، الكلام ده كله هو مش فاهم ان انا والله انا عامل دايت عشان تاخد من الدهون. فالفكرة الأساسية إن الجسم ساعتها بيبتدي عايز يغذي الأعضاء الأساسية، هو عايز يغذي الكلى. أنا هغذي الكلى ولا هروح أغذي شوية الشعر اللي فوق؟ لا، غذي لي الكلى واهتم بالحاجات الحيوية الأول، وبعد كده نبقى نشوف قصة الشعر دي إيه. طيب الكلام ده بيزيد امتى؟ كل ما انت تعمل ريستريكشنز اكتر، كل ما جسمك بياخد الاشارات بتاعه الموضوع دي اكتر. عشان كده تلاقي الناس مثلا لما بتاكل كميات اكل بسيطه خالص، يمكن هم اللي بيعانوا من الموضوع ده اكتر حاجه. الظاهرة دي اسمها تيلوجين افلوفيوم. ايه التيلوجين افلوفيوم ده؟ ده حاجة بتيجي كده بعد ما نبتدي نزول وزن مثلا رينج 3 شهور ولا حاجة، الجسم بقى ايه ده احنا شكلنا في مجاعة فعلا. يبتدي الظاهرة دي تبتدي على هيئة ان شعرك ايه ده انا شعري بيقع زيادة عن اللازم. طبيعي كلنا شعرنا كل يوم بينزل منه 50 100 شعرة، مش فاكرة الرقم بالظبط، بس يعني اللي هي تبقى اللي هي حاجة ملحوظة انا شعري بينزل. الظاهرة دي ممكن تستمر بعد ما تبتدي من 6 ل 9 شهور تقريبا، وبعد كده الجسم بيتأقلم وبيتعود وبيرجع الشعر تاني وبيفهم ان والله احنا مش في مجاعة ولا واقعين في صحراء ولا اي حاجة، وان دي حياتنا الطبيعية، فبيبتدي ياخد الامان كده والدنيا ترجع تاني. كل الناس اللي عانت من تساقط الشعر وهو بياكل دايت غني بالبروتين، مش اللي هو انا ما بتكلمش على حد عامل دايت المية والخيار، انا بتكلم واحد بياكل لغاية ما بيشبع وبياكل بروتين وبياكل خضار وبياكل دهون صحية والدنيا ماشية زي الفل، اللي هي دي الحاجات الأساسية اللي فيها فيتامينز ومعادن وبروتينات والكلام ده كله. ولقى الموضوع ده، فالحوار كله بياخد له مثلا بالكتير قوي 6 9 شهور والدنيا بترجع زي الفل تاني. الظاهرة دي بتحصل لأي حد مثلا ولا في دايت وخلاص؟ لا، هي ممكن تيجي لأي حد. لو حد بعاني من أوقات عنده ستريس رهيب والدنيا بايظة معاه ممكن تظهر له، شعره بيقع فعلا. الحاجة التانية، الستات بعد ما تولد دايما الرضاعة مرتبطة ان الشعر بيبقى شبه حسونة وبكار كده يعني لو حد كان شعره كبير وبعد كده بقى شبه حسونة بالنسبة، يعني الستات يمكن تتكلم عن الموضوع ده وتلاقوا الأسئلة على الجروبات بتاعة الماميز والحاجات دي، شعري بيقع شعري بيقع اخد ايه والكلام ده كله. هي ظاهرة لازم تحصل في وقت الرضاعة عند اغلب الستات، بعد برضو العمليات الجراحية والكلام ده كله. اي حاجه فيها ستريس على الجسم بيبتدي الظاهره دي تبان. طيب ده ككلام عام على فكرة أصلا الانرجي ريستريكشن. بالنسبة بقى للصيام المتقطع واللو كارب والكيتو والكلام ده كله، الكيتو مرتبط قوي بحتة ان الشعر بيقع. بس ده الكيتو ايه؟ لو انت دورت في الدراسات اللي بتتكلم على الكيتو، ده الكيتو بتاع نسب الدهون المرتفعة والبروتين القليل. لما انت اصلا بتاكل كمية بروتين قليلة، البروتين ده اساسي في كل العمليات الحيوية، فانت بتزود الظاهرة دي طول ما انت ما بتاكلش بروتين كفاية، وده اللي احنا ما بنعملوش. احنا بناكل بروتين بنسبة كويسة والدنيا بتبقى كويسة. فيعني دايما من العلاجات بتاعتها الاساسية يقول لك زود كمية البروتين في اكلك، ولو انت عامل كيتو لا زود كمية البروتين. فاوريدي الحتة دي مش معانا. نيجي للحتة بقى اللي ممكن الصيام المتقطع يسبب فيها وقوع الشعر للستات. الفكرة بتاعة الأسبوع اللي قبل البيريد، لما الناس بتطول ساعات الصيام بتاعتها عن 14 ساعة، الوقت ده أصلا الأسبوع ده بيبقى هرمون البروجستيرون عالي. لما بنطول ساعات الصيام احنا كده بنلخبط في البروجستيرون. أول حاجة أو أي لخبطة في البروجستيرون أو تقليله بتعمل إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم كده، أول حاجة البيريد بتبوظ والشعر بيقع.
ده رقم واحد. فالناس اللي تفضل تقول البيريد مثلا مظبوطه ونكمل على ساعات صيام كتيره في الاسبوع اللي قبل البيريد، ممكن ما يحصل لهمش حاجه على فكره، عادي يعني بتبقى تيجي. بس انا دايما رايي ان خلينا ماشيين ساينتفك، يعني طالما العلم قال كده فبنسبه مثلا 90% ممكن يحصل، فعلى ايه؟ فحتى لو البيريد بتاعتنا مظبوطه وما تاثرتش بصيام ساعات طويله قبل البيريد، لا معلش نكسر صيامنا برضو عشان ما صومش صيام مطول. صيام مطول ده يعني ايه؟ اكتر من 17 ساعه، ما زودش. فما فيش اماد في الاسبوع اللي قبل البيريد، ما فيش ان انا بصوم بال20 ساعه دي خالص. هظبط الصيام بتاعي ان شاء الله، اعمل نفس الطبيعي بتاعي خالص، واجي على بالليل كده اقوم كاسر صيامي على خياره، ولا كسر صيامي على واحده عين جمل، اي حاجه، اي بروتين مثلا يبقى احسن طبعا، بيضه ولا جبنه قريش ولا ايا كان. المهم الصيام يتكسر والجسم يدخل، يعني يدخل في حته ان انا مش صايم صيام طويل. طيب ايه تاني ممكن يخلي الشعر يقع؟ نقص الزنك ونقص الحديد، دول اكتر حاجات ممكن تبقى فيها مشكلة. الحديد طبعا ما ناخدش اي مكملات من غير ما اروح اعمل CBC صورة دم كاملة واشوف الحديد عندي ايه والكلام ده كله. بس اصلا طالما انا باكل بروتين كفاية فانا باخد نسبة حديد عالية، ودي الحتة بتاعة الكيتون. الناس ما بتاكلش بروتينات كاملة عشان يقول لك اصل لو انا زودت البروتين هيطلعني من الكيتوسس، وده كلام مش علمي، يعني الدراسات على الموضوع ده كتير. يزود بروتين لمجموعة محدش بيطلع من الكيتوسس ولا حاجة. فالفكرة الأساسية لو انا باكل بروتين كويس فتمام، حتة الحديد دي الى حد ما معايا. نيجي لموضوع الزنك بقى. الزنك برضو على فكرة موجود في اللحوم الحمراء، وموجود في الفراخ، وموجود في البيض. آخر نقطة في الفيديو العلاج بتاع الموضوع ده، أو اتجنب النقص بتاع أو تساقط الشعر ده أثناء الدايت ازاي، وإن حصل لي أعمل ايه عشان الدنيا تبتدي تظبط شوية. رقم واحد كده أهم حاجة البروتين، زي ما قلنا ده أساسي لكل حاجة في الجسم. فلو أنا ما باكلش بروتين كفاية فتوقع إن أنا عضلاتي بتقل، توقع إن أنا شعري ممكن يقع، الكلام ده كله. ومش معنى إن أنا بقول ناكل بروتين اللي هو ناكل غصب عننا، لا، ناكل لغاية ما نشبع. كل واحد جسمه مختلف عن التاني، بس على الاقل يوميا ابقى باكل البروتين وحاسس ان انا تمام، انا شبعان، مش اللي هو بقوم من على الاكل كده حاسس ان انا جعان وكفايه بيضه واحده، لا كفايه 100 جرام فراخ عشان اخس اسرع. مفيش حاجه زي كده. ممكن نخس اسرع في الاول، وبعد كده الدنيا بتقوم واقفه عادي، وبيحصل ميتابوليك ادابتيشن والدنيا بتبوظ. الحاجه التانية فكره نقص الفيتامينز والمعادن، وده عن طريق ان انا اكل خضروات بكميه كويسه. ما بنقولش ناكل 4 5 اطباق سلطه مثلا، لا، بس اللي هو ناكل باكل خضار، الوجبه يكون فيها خضار. وعلى فكرة يعني لو انت ماشي في الشارع كده وغمضت عينك وشاورت على اي حد هيطلع عنده نقص في معادن، سواء عاملين دايت مش عاملين دايت. وبالعكس دايما الناس اللي بتبقى ماشية لايف ستايل غير صحي، سكر بقى وزيوت نباتية والكلام ده كله، ده بيخلي الجسم اصلا ما يمتصش الفيتامينز والمعادن كويس، او ما يستفدش منها. فهتلاقي الناس اللي بتعك في الاكل اكتر ناس عندها نقص في الحاجات دي، وبرده جسمها عمل ادابتيشن عليها، وبتعمل ادابتيشن للأسوأ يعني. بس فيعني كده ماشيين صحي مش ماشيين صحي، بنبقى ساعات محتاجين مكملات. بس دي طبعا يعني القاعدة الأساسية، ما تاخدش أي مكمل غذائي من غير ما تعمل تحاليل وتلاقي نفسك عندك مشكلة فيه. النقطة التالتة بالنسبة للصيام، الرجالة طبعا يصوموا أي عدد ساعات صيام براحتهم خالص، ما فيش بيريد بقى ولا سايكل ولا أي كلام من ده. الستات تركز إن الأسبوع اللي قبل البيريد ما بنصومش أكتر من 14 ساعة. ولو عايزين نمشي ساينتفك أكتر 100%، يعني كام يوم بتوع الأوفيوليشن دول، لو لاقي نفسي كده حاسة إن أنا في ستريس كده وعايزة آكل والكلام ده، برضو أقلل ساعات الصيام في الوقت بتاع ال3 4 أيام بتوع الأوفيوليشن اللي في النص دول. الحاجة الأخيرة المساجنج بتاع السكالب بتاعة الشعر دي اسمها ايه، فروة الشعر، ان انا اعمل لها مساجنج كده. ده بينشط الدورة الدموية وبيخلي الشعر يتغذى اكتر وكده. الحاجة برضو المهمة قوي، الرياضة بتأثر على كل حاجة، هي تخلي الشعر احسن والبشرة احسن، كل حاجة. كل ما بزود رياضة وكل ما بزود تمارين والكلام ده كله، كل ما تدفق الدورة الدموية احسن، كل ما الغذاء بيوصل لكل مكان في الجسم، كل ما بيشتغل احسن. بس كده، ده كل حاجة تقريبا عن موضوع تساقط الشعر. واطمن ان دي حاجة ولا هي خطيرة ولا هي حاجة دايما، هي حاجة مؤقتة طالما ان انا ملتزم والله ان انا ما بصومش ساعات صيام في الوقت ده زيادة، وان انا باكل بروتين كويس وباكل اكل كويس. احنا مش قاعدين محرومين بقى وما ناكلش ونمنع الاكل غصب عننا والكلام ده كله. فطالما الحمد لله بشبع وباكل اكل قيمته الغذائيه عاليه، مفيش حاجه تقول ان انا ممكن يحصل لي من الكلام ده اي ضرر باي حال من الاحوال. لو هيحصل لك ضرر من الكلام ده فالضرر ده هيسمع في جسمك كله مش في شعرك بس. هو الشعر ده يكاد يكون الاستثناء الوحيد كده اللي بيحصل، ومش استثناء، يعني مش استثناء دائم، هو حاجة كده مرحلة مؤقتة وبعد كده الدنيا بترجع تظبط تاني. بس كده، يا رب الفيديو يكون مفيد ويومكم زي الفل ان شاء الله. باي باي.